ازاي تفرمت جهازك وتنزل عليه ويندوز لاول مره؟ مبدئيا هتحتاج الفلاشه اللي عليها الويندوز من الفيديو اللي فات، وبعد كده افصل الجهاز وشغله تاني ودوس على F2 لغايه ما يفتح معاك القايمه دي. هتروح لقائمه البوت عن طريق الاسهم في الكيبورد وانزل لغايه الفلاشه بتاعتك واضغط على F6 لغايه ما تخلي الفلاشه هي اول حاجه في القايمه. ممكن يكون اختصار غير F6، تقدر تعرف ده من الشريط اللي تحت. وبعد كده هتروح عند اكزيت ودوس انتر مرتين، هيبدا يحمل وبعد كده هيفتح لك اعدادات تسطيب الويندوز. هتختار الدوله في تاني خانه ونكست، وبعد كده انستول ناو، وهيطلب منك كود تفعيل. هتختار تاني اوبشن اللي هو بدون كود تفعيل، وبعد كده اختار النسخه اللي حاببها. انا اخترت البرو ونكست، وبعد كده هتختار تاني اختيار. وكده تكون وصلت لاهم نقطه وهي حذف كل البارتيشنز عن طريق انك هتضغط على المساحه وتدوس على ديليت، وبعد كده هتضغط على الاس اس دي او الهارد اللي حابب تستخدمه للويندوز واضغط على نيكست، وهتكتب المساحه اللي حاببها واضرب في 1000. يعني لو حابب تاخد 240 جيجا للسي هتكتب 240,000. انا هحدد كل مساحه الاس اس دي 480 جيجا، وبعد كده دوس على ابلاي واوكي، وهتلاقي اكتر من بارتيشن اتعمل. سيب كله زي ما هو ودوس على نيكست وهيحمل تاني. فلما يفتح معاك هتدوس على F2 زي المره اللي فاتت، وهتروح للبوت وهتخلي الاس اس دي او الهارد اللي انت اخترته للويندوز هو اول اختيار عن طريق انك تدوس F6، وبسهم يمين على الكيبورد هتروح عند اكزيت وتدوس انتر مرتين. هيحمل معاك فتره، وبعد ما يخلص هتظهر لك قائمه اعدادات الويندوز. الموضوع بسيط ومش هياخد معاك وقت. بعد ما تخلص هتظبط شويه اعدادات في الويندوز، وهتحتاج تنزل شويه تعريفات واللي عملنا عنها فيديوهات قبل كده، ولسه في فيديوهات جايه كتير. فما تنساش تعمل فولو.